السلام عليكم، أهلا بيكم على قناة وصفات نود. اليوم هنحضر فرخة مشوية على الفحم مع شوية تفاصيل وأسرار كده للتتبيلة، والرز البسمتي الخطير بطعم حكاية، وسلطة زبادي اللي بتبقى أساسي مع المشويات. يلا بينا نشوف الفيديو. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا هند سليم، ودي قناتي. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. أول حاجة كده نقول بسم الله. اجيب بقى فرختي الجميلة دي. دي فرخة حوالي 2 إلا ربع كيلو. من 2 ل2 إلا ربع. انا الحجم ده بحبه جدا. لو حابة اصغر من كده مفيش مشكلة. هبتدي بقى بالمقص كده اشيل منطقة السلسلة اللي عندي اللي ورا، سواء بالمقص او بالسكينة. اهم حاجة بس نشيل السلسلة كويس جدا كده. تمام قوي. انا كده فتحت الفرخة. ابتدي بقى ايه؟ طبعا هي لسه هنضفها. هنشيل بقى الحاجات الدم دي وهنظبطها يعني. هقلبها بالشكل ده، واضغط على المنطقة بتاعت الصدر. اول ما تسمعي صوت التكة كده يبقى العضمية يعني خلاص يعني اتفكت. اهم حاجة تنفرد معايا بالشكل ده، وكده تمام قوي. هنا بقى بوريكم الدم اللي في السلسلة. طبعا هشيله، وهنشيل برضو المنطقة الأخيرة في الفرخة دي. بقى هنعمل شوية منقوع كده للفراخ. حطيت مية ومعلقة سكر وشوية ملح وشوية خل، وعندي نص ليمونة. محلول النقع ده مهم جدا بجد، بيشيل اي زفارة واي زوايد دم، والحاجات ديت بتشيلها وبيخلي الفرخة بجد رهيبة. هسيبها بقى من 10 دقايق كده لربع ساعة، وبعد كده ابتدي انضف الحاجات الزايدة ديت اللي هي الدم والحاجات اللي لازقة في الفراخ دي. كده عندي فرشة ناعمة. هبتدي بقى اعمل السلسلة كده بالطريقة دي. ما سبتها ربع ساعة كده، بدأت الحاجات الزوايد دي تفك معايا، والفرشة بتشيلها بكل سهولة. يعني لو في سلك حتى مخصصة لنظافة الفراخ، اعملي بيها كده. خلاص. اظبط بقى الفرخة بتاعتي كده واجيبها بعد ما غسلتها. شايفين جمالها؟ ولا نقطة دم، وبتلمع بصراحة. هنا السلسلة بقت نضيفة عندي وبقت حلوة جدا. برضو هنشويها، مش هنسيبها. ابتدي بقى افتح الوراك بالشكل ده، ومن عند الصدر من فوق، عشان بس لما اجهز التتبيلة واحطها فيها تدخل في جميع اللحمة بتاعت الفراخ. هنا بقى احضر التتبيلة. عندي 2 طماطم مبشورين في المبشرة، وشايلة طبعا القشر بتاعهم. بصلة كبيرة مبشورة، علبة زبادي. هنا بقى عندي معلقة كبيرة من الهريسة، الفلفل الحار، وحوالي 3 فصوص ثوم مفرومين، ومعلقتين صلصة جاهزة، نص كوباية زيت زيتون او اي نوع زيت عندك. هقلبهم بقى كويس جدا. بعد كده ابتدي اضيف البهارات.
عندي بهارات شوي وملح وتوم باودر وبابريكا وفلفل اسود وكزبرة ناشفة. اقلبهم بقى كويس جدا. انا لقيت القوام تقيل شوية فضفت شوية مية. عايزة الفرخة كده تغرق في التتبيلة. اغطسها كده في التتبيلة كويس جدا بالشكل ده. طبعا بقى منساش الزور اللي احنا تعبنا في تنظيفه ده كمان هضيفه على التتبيلة. بعد كده بقى نبتدي نعمل الرز بتاعنا. حطيت بقى في الحلة شوية زيت وبصلة كبيرة مفرومة. هضيف بقى ورق لورا ولومي وحبهان والكوبيبة الصيني. هضيف كمان عودين من القرفة، مهم جدا طبعا في الرز. وعندي مرقة مش حابة تضيفيها مفيش مشاكل. اشوح بقى البصلة، واهم حاجة برضو محمرهاش، يعني عايزاها لونها فاتح. هبتدي بقى اضيف عندي هنا جزرتين بشرتهم، بيدوا طعم حلو قوي للرز البسمتي. فهشوحه كده كويس قوي. عندي بقى كاري والملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة، ما تحطيش اكتر من كده. نشوح برضو الجزر كويس جدا. بعد كده عندي بقى طماطمايه كده بشرتها، بتدي طعم حلو قوي برضو من غير القشر. برضو اقلبها كويس قوي واشوحها كده مع البصلة والجزر. عندي بقى نص كيلو من الرز البسمتي مغسول ومتصفي. اشوحه بقى شوية كده مع الجزر والبصل والتوابل الحلوة دي. وبعد كده اضيف المية المغلية. هي اسهل طريقة ان انتي تقيسي بالمعلقة، يعني هتحطي المعلقة وانتي حاطة المية، ومجرد بقى المعلقة تغرق بالمية معايا، يعني راس المعلقة ما تبانش. هغطي عليها بقى لحد ما يغلي ويبتدي يتشرب بالشكل ده. شايفين؟ ههدي بقى النار خالص واسيبه حوالي يعني نص ساعة براحته، براحته خالص لحد ما يتشرب. هنا بقى حطيت بقى الفرخة وعلى الفحم كده والشبكة بتاعتي. ابتديت بقى اهوي عليها، واول ما بتبتدي كده تدخل في السوا بتاعها، عندي بقى شوية فايضين كده من التتبيلة، ببتدي اضيفهم بقى على الفرخة كده بالشكل ده. طبعا من كل جهة، وكل ما احس ان هي شربت التتبيلة اضيف تاني. انا ضفتها حوالي مرتين. هنعمل بقى شوية سلطة زبادي اللي بترطب على القلب كده وبتبقى حلوة جدا. عندي حوالي 4 كوبايات زبادي وبرضو 4 فصوص توم ومعلقة بقى كمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وملح. هنا عندي 2 خيارة بشرتهم او تقطعيهم قطع صغيرة، واقلبهم بقى كويس قوي مع الزبادي. بجد السلطة دي حلوة جدا. نقلبها كويس قوي. واللي بقى هيحل الطعم معايا شوية نعناع ناشف كده، بجد من اسهل السلطات اللي بتتعمل. هضيفها بقى في قالب التقديم وشوية زيت زيتون
وتزينيها بالطريقة اللي تحبيها. وكده السلطة بقت جاهزة عندي، والفرخة المشوية الجميلة بتاعتي، شوية كزبرة كده خضرة، والرز بقى يعني مستوي وتحفة جدا. بتمنى بجد تجربوها على طريقتي. التتبيلة حكاية، والسلطة طعم رهيب بترطب على القلب. كله كان طعمه يعني في حتة تانية، يعني أحلى من المطاعم بكتير. بجد لو جربتوا تعملوا الحاجات في البيت بجد مش هتروحوا أي مطعم ولا تاكلوا الحاجات دي من برا نهائي. اعمليها بس كده وفرحي أولادك، بجد رهيبة. بتمنى إن شاء الله تجربوها، واشوفكم على خير بإذن الله في الوصفة الجاية. باي باي.